اللي في الصورة دي اسمها جمالات، قضيتها غريبة جدا، كل خطوة فيها عبارة عن جريمة جديدة. في أغسطس سنة 1989 وصل لمديرية أمن الجيزة بلاغ من واحد بيقول إنه هو ماشي جنب ترعة المريوطية لقى جثة ست مرمية، بس كانت الجثة من غير راس. وفورا اتحرك رجال الأمن وفريق من المعمل الجنائي وبدأوا المعاينة في المكان اللي اتقال عليه، وبدأ فعلا فريق البحث بتمشيط المنطقة لساعات متواصلة. رجال الأمن لقوا راس الست المقطوع، وهنا بتبدأ السلسلة المرعبة. كل خطوة في القضية دي كانت بتكشف جريمة أبشع من اللي قبلها، وكلها كانت بتلف حوالين اسم واحد هو جمالات. وعلى بعد مسافة مش صغيرة من مكان الجثة رجال الأمن لمحوا كيس أسود كبير ومقفول بإحكام، وطبعا الفضول الأمني والشكوك كانت في السماء، ففتحوا الكيس ولقوا في راس ست. الصدمة هنا ان راس الست شكلها يخص الجثة اللي لقوها مرمية جنب الترع، ست في العشرينات من عمرها، والوش باين عليه ملامح بنت صغيرة، لكن الطريقة اللي اتفصلت بيها الراس كانت وحشية بمعنى الكلمة. الجثة نفسها متبهدلة وعليها عدد كبير جدا من الطعنات، كأن اللي عمل فيها كده كان بيطلع فيها غضبه أو بياخد حقه منها بشراسة. التحقيق اتحول من مجرد بلاغ قتل إلى مطاردة هوية، وعلى طول بدأ رجال الأمن يدوروا في كل بلاغات التغيب في منطقة الجيزة، ووسعوا دايرة البحث لحد الأماكن المجاورة. وبعد أيام من الفحص لقوا بلاغ تغيب لمواطنة اسمها جمالات، والمواصفات اللي في البلاغ نفسها بالظبط زي اللي موجودة في الجثة. البلاغ ده جاء من أسرة بنت مختفية، وكان من أهل زوج جمالات، وقالوا إنها كانت مختفية ومعاها ابنها الرضيع اللي عمره 6 شهور. أول ما رجال الأمن استدعوا الأسرة لمعاينة الجثة الصدمة كانت مرعبة. اتعرفوا فورا على الجثة والراس وقالوا إنها فعلا جمالات مرات ابنهم. لكن هنا كانت بداية القضية الحقيقية، لأن الأسرة أصلا كانت مقدمة بلاغ ضد جمالات نفسها من قبل كده، ومتهمينها إنها وراء اختفاء ابنهم رضا. يعني قبل ما جمالات تختفي وتتقتل كانت الأسرة شاكة فيها إنها عملت حاجة لرضا، ودلوقتي جمالات نفسها اتقتلت، والطفل اللي كان معاها وقت اختفائها مش موجود، لأن رجال الأمن لقوا جثتها لوحدها ومفيش أي أثر للطفل الرضيع، لا جثة ولا بقايا ولا حاجة تدل إنه كان في المكان أصلا. خلينا بقى نرجع بالزمن شوية لنفس سنة 1989، لكن المرة دي في شهر يونيو، يعني قبل الجريمة كده بحوالي شهرين. أهل رضا جوز جمالات اتفاجئوا إن جمالات جاية على البيت وهي باين عليها علامات قلق وتوتر، وقالت لهم بمنتهى الصدمة إن رضا مختفي بقاله يوم كامل وهي مش عارفة هو فين. جمالات ما وقفتش عند كده، لا دي راحت على طول على اسم شرطة الهرم وقدمت محضر باختفاء جوزها رضا، محضر رسمي. يعني كانت فعلا مصدقة إن في حاجة غلط حصلت لجوزها. رجال الأمن ساعتها كانوا بيحاولوا يعرفوا هل تأثرها ده تمثيل ولا فعلا هي ضحية معاهم، وهنا بقى كان لازم يسمعوا القصة من الطرف التاني، وهم أهل جمالات اللي ممكن يكونوا شايفين جانب تاني من حياتها، علاقتها برضا وسلوكها الفترة الأخيرة. بعد ما جمالات عملت محضر في اسم الهرم بتغيب جوزها رضا، وقبل حتى ما تبلغ أهله باللي حصل، رجعت تاني بعد يومين وقالت لأهله حاجة غريبة جدا. قالت إن في راجل غريب خبط على باب الشقة وقال لها انه كان واقف في الشارع وشاف رضا وهو واقف على الرصيف، وفجأة عربية خبطته وبعدها جت عربية تانية بسرعة وشالته ونقلته المكان هو مش عارفه. القصة كانت غريبة وغير منطقية، لكن اهل رضا صدقوا لانهم كانوا متوترين ومش لاقيين له اي اثر. ومن وقتها ابتدى الجريان على المستشفيات واقسام الشرطة وكل الاماكن اللي ممكن يلاقوا فيها معلومة عن رضا، لكن على الرغم من كل ده مفيش ولا مستشفى عندها اسم رضا، ولا اسم استلم بلاغ او مصاب بالمواصفات دي، ولا حتى شهود اكدوا القصة اللي جمالات حكيتها. وهنا بدأت الشكوك تظهر، خصوصا ان جمالات ما كانتش بتلف لوحدها، لا ده كان دايما معاها شخص معين اسمه علي. المفاجأة ان علي هو صاحب البيت اللي ساكنين فيه جمالات ورضا، يعني هو المالك، وبيظهر دايما مع جمالات وبيساعدها في لفتها وبيسأل معاها. رجال الأمن بدأوا يركزوا معاه
خصوصا ان وجوده في كل تحركات جمالات، وعدم وجود رضا وطفل رضيع مختفي وجريمة قتل بعدها بشهرين، كل ده مش ممكن يكون صدفة. نرجع بقى للبيت اللي كانوا ساكنين فيه رضا وجمالات. البيت ده ملك شخص اسمه علي، واللي كان دايما مرافق جمالات في كل تحركاتها، وده بعد اختفاء رضا. وده خلى اهل رضا يبتدوا يسألوا نفسهم علي ده ايه علاقته بجمالات وليه دايما لازق فيها، وده خلى الشك يدخل قلوبهم اكتر، خصوصا ان جمالات كانت من اول يوم تصرفاتها وكلامها مش مريح. المصيبة الجديدة ان في بلاغ وصل لاهل رضا انهم لقوا جثة شاب مجهولة الهوية، واحتمال تكون جثته. جمالات اول ما سمعت جريت على المشرحة، ولما شافت الجثة قعدت تصرخ وتعيط وتقول ده رضا جوزي. المشهد درامي جدا، لكن لما اهل رضا وصلوا وشافوا الجثة بنفسهم الصورة كانت مختلفة تماما، لانهم قالوا بكل ثقة لا يمكن ده يكون رضا، لا في الشكل ولا حتى في السن، لان الجثة كانت لشاب عنده 17 سنة، ورضا جوز جمالات عنده 28 سنة، يعني فرق 11 سنة. صعب جدا ان زوجته تتلخبط في جثته، خصوصا انهم عايشين مع بعض ومفيش ما بينهم غياب كبير. وعلشان كده اهل رضا كانوا شبه متأكدين ان في مؤامرة شغالة، والمتهمين الاساسيين هم جمالات وعلي. علي اللي كان ملازم جمالات في كل حركة، واللي كل مرة يكرر نفس كلامها بالحرف، واللي خلاهم يحسوا انهم بيحكوا سكريبت حافظينه. اهل رضا واجهوهم واتهموهم في وشهم، قعدوا يضغطوا بالكلام والاسئلة، لكن جمالات وعلي كانوا عاملين نفسهم مش فاهمين حاجة، وما خرجش منهم ولا معلومة مفيدة. اسبوع كامل مر على اختفاء رضا، ولا جثة ولا اثر ولا حتى تليفون، ورجال الامن قاعدة تلف وتدور. والمفاجأة بقى جت من حتة بعيدة جدا، تلغراف من ليبيا. التلغراف مكتوب فيه ان اللي بعته هو رضا بنفسه، وانه بيسلم عليهم وبيطمنهم، وبيقول لهم انه سافر ليبيا علشان يشوف شغل. الصدمة مش في الكلام، الصدمة ان التلغراف ده جاي بعد اختفائه باسبوع. طيب ليه ما قالش الجمالات؟ وليه ما سابش اي رسالة قبل ما يسافر؟ وازاي سافر فجأة كده؟ ومين اللي صدق اصلا ان ده خطه ولا حتى كلامه؟ وهنا بقى كان لازم رجال الامن يبدأوا يشكوا ان التلغراف مزور، وممكن يكون محاولة لابعاد الشبهات عن جمالات وعلي، خصوصا ان التوقيت كان مريب جدا. بعد ما اهل رضا استلموا التلغراف المريب ده اللي المفروض انه من رضا، وجمالات بتأكد انه قال لها انه هيسافر، الناس كلها كانت بتحاول تهدى، لكن اهل رضا ولا لحظة صدقوا الكلام ده، لان رضا ما كانش ممكن يسافر ويسيبهم كده، ولا يسافر من غير حتى ما يقول لاهله ولا مراته، ولا ياخد ابنه الصغير معاه. وده بقى اللي خلى الشك في جمالات يزيد يوم عن يوم. يمر شهر واتنين والكلام عن رضا شبه هدى، لحد ما تحصل المفاجأة الكبرى، جمالات نفسها تختفي. ومش بس كده، ابنها الرضيع كمان اختفى معاها. هنا بقى الدنيا اتقلبت، واهل رضا راحوا على طول عملوا بلاغ جديد بتغيب ابنهم، والمرة دي وجهوا اتهام مباشر في البلاغ ان جمالات هي السبب في اختفائه، وكمان هي اختفت بعده بشهرين. وهم عندهم دوافعهم وشكوكهم، لان العلاقة بين رضا وجمالات ما كانتش وردية خالص يعني، بل بالعكس كانت مليانة مشاكل وخناقات واتهامات وطلاق، لان اصلا رضا طلق جمالات قبل كده، والسبب ان رضا اكتشف ان جمالات على علاقات برجالة، ووصل له اخبار عن سوء سلوكها، فما سكتش وطلقها. لكن بعد فترة رضا اتجوز واحدة جديدة وطلق جمالات، ما استحملش ورجع لجمالات تاني، وده لانه كان شايف قد ايه جمالات مش ست عادية، كان ليها تأثير غامض ومريب على رضا. رجع لها رغم كل حاجة، رغم الطلاق ورغم الشكوك ورغم سمعتها، وده بيزود احتمالية ان رضا لما اختفى ما كانش مجرد صدفة. بعد ما رجال الأمن سمعوا الرواية الكاملة من أهل رضا، واللي كانت كلها شكوك واتهامات، كان لازم يتحركوا للشخص اللي اسمه دايما بيطلع في كل تفصيلة. أيوة، هو علي. رجال الأمن بدأوا يدوروا عليه، وبعد بحث وتحريات لقوه كان محجوز في مستشفى الحميات. رجال الأمن شافوا إن الموضوع بقى باين عليه إن في خطة محكمة أو تغطية كبيرة بتحصل. رجال الأمن على طول شكوا في إن دخوله المستشفى مش بريء، وممكن يكون حيلة للهروب أو التغطية على مصيبة كبيرة هو جزء منها. رجال الأمن قرروا لازم يتم استدعاء علي والتحقيق معاه فورا، حتى لو في المستشفى لازم يعرفوا هو دخل ليه وبإرادته ولا هروب. بعد ما رجال الأمن عملوا تحريات شاملة عنه، اتأكدوا إن الراجل سليم 100% ومعندوش أي مرض يستدعي الحجز في مستشفى الحميات. يعني الموضوع كله
كله كان تمثيلية متقنة للهروب من الشبهات، والأغرب إنه دخل المستشفى بواسطة ومن غير أي أوراق رسمية حقيقية، وده خلى الشكوك بقى تتأكد بنسبة 100% إن علي بيتلاعب بكل حاجة. رجال الأمن اتحركوا فورا وتم القبض والتحفظ عليه، وابتدى التحقيق معاه. في البداية كان علي هادي بيحاول يمثل دور الضحية، لكن من كتر الأسئلة والضغط اللي كان عليه من كل ناحية خلته ينهار ويعترف، واللي قاله كان مرعب. قال بصوت بارد: أيوة أنا اللي قتلت جمالات، لأنها خربت حياتي، لأنها كانت ست مدمرة وشريرة وتستاهل كل اللي حصل لها ده. علي اعترف إن علاقته بجمالات ما كانتش عادية، وإن بينهم كان في علاقة محرمة، وإنه كان واقع في شباك جمالات، وكل يوم كانت بتستغله وبتضغط عليه وبتبتزه وبتطلب منه فلوس. علي قال كمان إن هو اللي كان بيفكر يهرب منها مش رضا، وإنه حياته بقت جحيم بسببها. ابتدى علي يعرف نفسه ويحكي كل حاجة، وقال اسمه علي السيد مبروك، 28 سنة، شغال عامل في شركة مشهورة من شركات المياه الغازية، من عيلة ميسورة الحال، ورث مبلغ كبير بعد وفاة والده، متجوز وعنده أطفال وحياته كانت مستقرة، ساكن في بيت ملكه ومأجر شقق في العقار بتاعه. كان راجل عايش في حاله مش ناقص له حاجة وحياته ماشية تمام، لحد ما دخلوا عليه جمالات ورضا. قبل 3 سنين من الكارثة دي جمالات ورضا جم يأجروا الشقة في بيت علي. رضا كان شاب مكافح شغال في مصنع بيحاول يوفر لقمة عيش والنية يعيش حياة بسيطة مع مراته وابنه. كان مجتهد وبيشتغل ليل ونهار، كان بيحاول بكل طاقته يوفق بين الحياة والشغل. أما جمالات بقى فكانت في بداية العشرينات، جميلة وملفتة، ما بتشتغلش وعيونها فيها حاجة، كانت غير كل الستات اللي علي شافهم قبل كده. طريقتها ونظراتها وضحكتها كانت بتمشي على الحبل بين الدلع والوقاحة، وبتعرف تمسك اللي قدامها من قلبه أو رقبته. والمشكلة بقى إن من أول ما دخلوا البيت كان واضح إن الديناميكية في العلاقة بينهم فيها خلل كبير. جمالات شخصيتها أقوى، هي اللي بتتكلم، هي اللي بتقرر، هي اللي ممشية رضا على كيفها، وهو كان ساكت، مش لأنه ضعيف، لا لأنه كان بيحبها وبيخاف على بيته. بعد ما أجروا الشقة العلاقة بين رضا وجمالات وبين علي وأسرته بقت أقرب وبقوا زي أهل، زيارات وقعدات أكل وضحك كأنهم عيلة واحدة. والمصيبة إن العلاقة دي هي اللي كانت بوابة الجحيم. مرت 8 شهور وخلالهم جمالات كانت شغالة بهدوء وسم، كل يوم نظرة، كل يوم كلمة، كل يوم ضحكة فيها معنى، كل يوم تختبر علي وتشوف هيوصل لحد فين. الحقيقة اللي اعترف بيها علي انه مقاومش اي محاولة من محاولاتها، كانت بتغويه وهو كان ضعيف، وكل مرة كانت بتقرب اكتر وهو كان بيغرق، وعلي وقع في المصيادة. ومن هنا بقى بدأت الكارثة. علي قالها بصريح العبارة كده: أنا أول ما شفتها وقعت في شباكها، لأنها كانت بتعامله بطريقة غريبة، مرة تبصله ومرة تهزر ومرة تعمل نفسها محتاجة حاجة، وكانت دايما تستدرجه بكلامها ونظراتها. ومع الوقت العلاقة اللي كانت شكلها جيرة بريئة اتحولت لعلاقة محرمة، وجمالات بدأت تستخدم علي زي ريموت كنترول، كانت تاخد منه فلوس وتهدده لو فكر يبعد، وضغطت عليه بكل الطرق لحد ما بقى عبد عندها. وعلي نسى مراته ونسى عياله ونسى شغله ونسى نفسه، وابتدى يعيش في دنيا الجمالات السوداء، كل يوم يبعد خطوة عن الطبيعي ويقرب من الكارثة. علي كان عارف أوقات رضا بالتفصيل، كان عارف بينزل الساعة كام وهيغيب قد ايه، وجمالات كانت مستنياه في الشقة. والمصيبة ان كل ده بيحصل في نفس المكان اللي ساكن فيه جوزها وولادها. لكن علي حس ان الوضع خطر، فقرر يغير المكان وراح يقترح على جمالات انها تيجي عند بيت والدته اللي ساكنة بعيد شوية، وهناك قاعدة اخته كريمة الست المطلقة. الكارثة الاكبر ان امه واخته كانوا عارفين بالعلاقة وشايفين ان اللي بيحصل ده عادي جدا، لا اعتراض ولا رفض ولا حتى استنكار. يعني بيت امه تحول رسميا لوقر الخيانة، بيت فيه امه واخته وبيستضيفوا فيه علاقة غير شرعية. والاغرب من كل ده انهم ما بيعترضوش، العلاقة خرجت عن كل حدود المنطق والدين والاخلاق. من أول لحظة دخلت فيها جمالات حياة علي حياته بدأت تنهار، بيته اتشقلب، خناقات مع مراته بقت يومية، الإهمال زاد، وابنه الصغير المسكين كان مريض.
لكن علي ما كانش بيفكر غير في الست دي اللي بتسيطر عليه وتنهب كل فلوسه. كل جنيه معاه كانت جمالات بتاخده، حتى وهو شايف ابنه بيتألم كان بينفذ طلباتها وبيسيب ولاده من غير دواء ومن غير دكتور. وفي لحظة قاسية جدا ابنه مات وهو محتاج أب، لكن أبوه كان عبد الست مش شايفة حد غير نفسها. وبدل ما يصحى من الغيبوبة بعد موت ابنه زاد تعلقه بيها أكتر، وهي استغلت اللحظة زي ما دايما بتعمل وقالت له بكل برود: أنا زهقت من كل حاجة، زهقت من شكل العلاقة وزهقت من رضا، ولازم تخلص منه علشان يعيشوا سوا بجد. ودي كانت أخطر جملة قالتها جمالات، معناها واضح، جمالات عايزة تقتل جوزها. وفي يوم مشؤوم علي راجع بيته ولقى المصيبة واقفة مستنياه قدام باب الشقة. كانت مستنية اللحظة دي وعارفة كويس ان مراته مش موجودة، وكأنها بتجهز الساحة لسيناريو ما فيهوش رجعة. جمالات قالت لعلي بكل برود وذكاء شيطاني انها قالت لرضا جوزها ان في خلاف حصل بينك وبين مراتك، وان مراتك رجعت بلدها علشان تطلب الطلاق، واننا كجيران نروح نلحق نصالحكم على بعض. جمالات كانت بتحب تلف وتغلف النصايب بطريقة شكلها بريء، لكن جواها سم، واقترحت انهم ياخدوا الطفل الرضيع معاهم كمان علشان تبان رحلة عائلية يعني، والنية خير، وكمان تكمل الخدعة للنهاية. الساعة 11 بالليل، الوقت اللي الناس بتنام فيه والشارع بيهدى، خرج التلاتة، علي ورضا وجمالات ومعاهم الطفل الصغير. كانوا رايحين على الموقف، كانوا مسافرين بلد مرات علي علشان يصلحوها، لكن الباطن كان فيه مصيبة بتتجهز ومصير هيضيع. الوقت كان متأخر والطفل معاهم، وده غريب جدا في مشوار زي ده، والمكان مجهول وجمالات بتتحكم في كل خطوة. بعد ما وصلوا البلد بتاعت علي طلبوا ينزلوا في مكان معين على الطريق الصحراوي، وادعوا ان في واحد من قرايب علي هيعدي عليهم بالعربية وياخدهم للبلد من جوه. لكن كل ده كان تمثيلية محبوكة بخطة شيطانية. المنطقة كانت مقطوعة والدنيا ضلمة والساعة قربت تبقى 1 بعد نص الليل، اللحظة اللي اختارتها جمالات علشان تنهي القصة وهي شايلة الطفل. قالت لعلي ياخد منها الطفل علشان تطلع له أكل من الشنطة. علي مد إيده ياخد الولد، وجمالات فتحت الشنطة، بس بدل الأكل طلعت أداة حادة، وفي لحظة واحدة نزلت على رضا طعن ورا طعن ورا طعن، طعون عشوائية مرعبة مليانة غضب وسواد. رضا حاول يقاوم، لكن للأسف جمالات كانت زي المسعورة، وأول ما وقع على الأرض قالت لعلي بكل هدوء يساعدها علشان يتأكدوا إنه مات. وهنا بقى كانت لحظة الحقيقة. علي شاركها الجريمة، ساعدها وكان جزء من لحظة الموت. الاتنين وقفوا فوق جثة رضا لحد ما اتأكدوا انه للأسف فارق الحياة تماما. لكن الكارثة ما خلصتش هنا. بعد ما علي وجمالات خلصوا عليه، جمالات فتحت شنطتها وطلعت شنطة حريمي جديدة لسه شارياها وصباع روج لسه مش مفتوح، ورمتهم جنب جثة رضا علشان لما الشرطة تلاقي الجثة يقولوا الراجل ده كان مع واحدة ست شكلها علاقة مش شرعية، وهي اللي خلصت عليه وهربت. كل حاجة كانت معمولة بدقة علشان تبعد الشبهة عنها تماما وتوجه الاتهام لست خيالية. وبعد ما خلصوا كل حاجة رجعوا عادي جدا على القاهرة. علي نزل شغله تاني يوم وكأنه ولا في أي حاجة حصلت امبارح، وجمالات راحت على اسم الهرم بنفسها وقدمت بلاغ بتغيب رضا، وبعدها راحت لأهل جوزها وقالت إن رضا مختفي ومش لاقياه في أي مكان، كأنها مكلومة ومصدومة بتمثل الدور بإتقان. لكن القنبلة الأكبر بعد يومين من الجريمة، جمالات بنفسها بعتت التلغراف اللي وصل لأهل رضا من ليبيا وقالت فيه: أنا رضا سافرت ليبيا علشان الشغل، اطمنوا عليا. والتلغراف ده اتبعت عن طريق واحد صاحب جمالات كان عايش في ليبيا، يعني حتى الدليل اللي المفروض يطمن الناس هو كمان كان جزء من الخطة الإجرامية المرعبة دي. جمالات ما كانتش عايزة تخلص على رضا وبس، دي كانت عايزة تمحي أثره خالص وتغطي الجريمة وتحولها القصة من خيالها، وكل ده وهي شايلة ابنها الرضيع وبتكمل حياتها عادي جدا. جمالات ما اكتفتش بالجريمة، هي اخترعت كل تفاصيل الكذب بنفسها، وهي اللي ألفت قصة الراجل اللي خبط عليها وقال ان رضا اتخبط بعربية، وهي كمان اللي قالت ان في عربية تانية شالته، وهي اللي بعتت التلغراف من ليبيا، وهي اللي عملت بلاغ التغيب، وكمان هي اللي راحت لأهل رضا تمثل انها مراته المصدومة. لكن لما رجعت القاهرة بدأت مرحلة الابتزاز، وبدأت تقول لعلي بصراحة: لو ما دفعتليش هروح أبلغ البوليس وأقول لهم إنك أنت اللي قتلت رضا. وابتدت تطلب مرة 1000 جنيه ومرة 1500 ومرة 2000.
وده في سنة 1989. يعني أرقام تعتبر ثروة وقتها. كانت بتقول إن الفلوس دي علشان تفتح محل صغير وتصرف على عيالها، لكن الحقيقة كانت ماسكة علي من رقبته وبتهدده كل مرة بنفس الأسلوب، وهتقول إنها كانت على علاقة معاه وإن رضا شافهم وحصل خناقة ما بينهم، وإن علي هو اللي خلص عليه، وإنه هددها هي كمان لو اتكلمت هيخلص عليها. علي بعدها انهار حرفيا، اتحول من راجل بيجري ورا شهوة لراجل مطحون بين جريمة قتل شريك فيها وست بتبتزه وبتتحكم فيه، وشعور بالذنب بعد ما خسر ابنه ومراته وبيته. وكل ما يحاول يتهرب جمالات بترجع تهدده وتفكره ان مستقبله ومستقبل ولاده ممكن ينهار في لحظة واحدة. علي حاسس ان حياته اتحرقت بسبب جمالات قتل شخص بريء، خسر ابنه بسبب الاهمال، اتدمر زواجه وبيته، بيتعرض للابتزاز المالي والتهديد يوميا، وعارف ان جمالات مش هتسكت وان ال2000 جنيه اللي اداهم مش هتكون اخر مرة، فبدأ يفكر انه لازم يتخلص من الوحش ده قبل ما يدمره. الخطة الشيطانية بتبدأ. كلم جمالات وقال لها تيجي عند بيت والدته يقضوا وقت حلو سوا، وهي طبعا وافقت على طول. الراجل اللي تحت رجليها نده عليها تيجي طايرة، بس اللي ما تعرفوش ان علي كان متفق مع صاحبه السواق يجي البيت ويستخبى في الأوضة، ولما يسمع الكلمة اللي متفقين عليها يطلع يشارك في الجريمة. التمن كان 150 جنيه بس. قبل ما تطلع فوق قابلت كريمة أخت علي وسابت عندها الطفل الرضيع عادي زي ما كانت بتعمل كل مرة، وكأنها رايحة تقضي وقت مع عشيقها، لكن الوضع كله بالنسبة لها طبيعي وهي ما تعرفش إنها مش راجعة. اللحظة المرعبة، جمالات دخلت الأوضة وقعدت مع علي وبدأوا يتكلموا، وبدأ علي يمثل إنه بيقرب منها، وفجأة حاول يخنقها بإيديه، لكن جمالات قاومت وصوتها بدأ يعلى، وعلي بسرعة ندى بالكلمة المتفق عليها مع صاحبه وطلع فورا من ورا الباب، والاتنين خنقوها بكل قوتهم لحد ما نفسها وقف. وعلي ما وقفش لحد كده، ده طلع آلة حادة وعمل بجثتها بنفس الطريقة البشعة اللي عملوها سوا في رضا. لفوا الجثة في كيس بلاستيك وراحوا يخططوا لإخفاء المصيبة، لكن الجريمة دي برغم كل التخطيط ما هربتش من عين العدالة. نزلوا جثتها وحطوها في عربية صاحب علي ومشوا بيها لحد ترعة المريوطية، وهناك رموا الجثة جنب الترعة، وبعد شوية خدوا الراس ورموها في مكان بعيد تاني. لكن السؤال المهم هنا، الطفل الرضيع راح فين؟ الحقيقة ان كريمة اخت علي لما سمعت صوت صريخ طالع من فوق طلعت بسرعة، فتحت الباب واتصدمت لما شافت جمالات ميتة وراسها مقطوعة، وساعتها الطفل الرضيع قعد يعيط، وعلي خاف الناس تاخد بالها من الصوت، فطلب من اخته انها تخلص على الطفل، تخنقه وتموته علشان يخلصوا من الموضوع خالص. كريمة للأسف بعد ما خلصت عليه لفته في قطعة قماش وركبت مع علي وصاحبه العربية ونزلوها عند محطة قطر الجيزة. علي قال لها تركب القطر كأنها رايحة الصعيد، ولما توصل بني سويف تنزل وتسيب جثة الطفل في حمام القطر. وفعلا الأمن بعد كده لما راجع الاعترافات لقوا بلاغ إن في جثة طفل رضيع في حمام القطر، وطبعا بعدها اتقبض على علي وصاحبه وكريمة وتقدموا للمحاكمة. الغريب بقى مش بس عدد الجرائم ولا الشخصيات اللي في القصة دي، الغريب إن فعلا زي ما بيقولوا كما تدين تدان. وبكده تكون انتهت قضيتنا واتحكم على علي بالإعدام وصاحبه بالمؤبد وكريمة أخت علي بالمؤبد. وما تنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في حكاية تانية. سلام.